ان شاء الله في الجنة ونقدر ان احنا نحافظ على الحب والانتماء اللي انت علمته لنا وغرسته فينا، وان شاء الله نبقى امتداد ولو حاجة بسيطة جدا من اللي انت عملته لبورسعيد والنادي المصري. كان كل هم الحاج سيد يسعد الناس. يا ريت كلنا نتعلم من الحاج سيد متولي ازاي نحب الناس وازاي نخلي الناس تحبنا، ازاي نحب بعض، ودي حاجة فعلا احنا بنفتقدها الان. ازاي نتعلم منه الاخلاص والمثابرة وحب الكيان. اكيد لو اي حد عمل في اي مجال كده هينجح. الحاج سيد متولي مش نموذج بورسعيدي فقط، الحاج سيد متولي قدوة ومثل أعلى في الإدارة لرؤساء الأندية في مصر كلها. يعني الحاج سيد متولي هو عميد رؤساء الأندية في تاريخ مصر. طبعا نتمنى نعمل ربع للحاج سيد متولي يقدمه لبورسعيد إن شاء الله بإذن الله. السيد متولي لابد النهارده ان احنا نكون فاكرينه، ما نقدرش ننساه في ذكرى السادسة ليه. فطبعا لازم كل بورسعيد مد ايدها وتكون متواجده مع الراحل سيد متولي، على اساس التكريم ده والتأبين ده ما يقدرش حد فينا ينسى ميعاده ابدا. راجل خدم بلده وخدم ناديه بكل اخلاص وبكل حب. انا بقول له انت سايب ذكرى كبيره جدا في قلوب الناس كلها، سايب تاريخ كبير جدا كل الناس بتفتكرك بيه، سايب بذره جميله جدا حطيتها في بورسعيد وفي مصر كلها، في قلوب كل الناس اللي انت اتعاملت معاهم واللي اتعاملوا معاك. ربنا يرحمه باذن الله. الله يرحم الحاج سيد متولي، كان من الشخصيات المحترمة الجميلة اللي أثرت الحياة الرياضية والحياة الكروية. خلينا ناخد بعض التعليقات من على الصفحة. آية خالد تقول الإمارات والبحرين سحبوا لتجاوز قطر مع مصر هذه المقاطعة.